وسهلا فيك الشامي على جديد، والف مبروك الحفل الاول ببيروت وجائزة جوي اووردز والنجاحات اللي عم تحققها. يا حبيبة قلبي شرفتونا. خبرنا اول شوي شعورك اليوم واللي عندك اكثر من اعداد كبيرة نطيتك برا بالحفل. المسرح دائما له رهبته، أول مرة أو بعد 1000 مرة. أنا بعتقد بكل مرة بحياتي حاطلع على المسرح حكون عم عيش هاي الرهبة، بس استثنائيا هي أول مرة كمان حتكون مختلفة عن كل مرة، وإن شاء الله نكون قد الساعة. كمان بدنا نقول لك الف مبروك على نجاح اغنية صبرا صبرا، واكيد قبلها كان في اغاني كتير ناجحة. خبرنا شو السر ورا الاغنية، خاصة في ناس بتقول ممكن كان حب من طرف واحد، هيك اعطينا السر عن الاغنية. بدكم القصة موسيقيا ولا القصة؟ الاثنين. هلا هي انبنت كموسيقيا، عم بحكي صبرا. اول شيء انا عم برهن لحالي، كنت انه انا مو فنان اغنيه. بعد ليلو يا العين كانت تحدي كتير كبير، نجاح مبهر، عمر صغير وكله ناطر شو بدي اعمل. الحمد لله صبرا عملت اللي بدي اياه، وبرهنت نسبيا اني انا قادر كفي هذا المشوار موسيقيا. من ناحيه القصه تبع هي الغنيه، مشاعر يمكن تكون عشوائيه، ممكن تكون حاله، ممكن كبير العقل بس بعدني شاب صغير، يعني بتمر علي مشاعر هيك عشوائيه. ايه وكتبتها. من وراء المشاعر العشوائية والأغنية، هل ممكن شامي يكون عم يعلن ارتباطه قريبا، أو هل في حدا عم يدق قلبه؟ كل قراراتي بتطلع ب5 ثواني. حتى قرار ارتباط؟ صح. ما بعرف شو هل حيصير. في ولا ما في؟ ما بعتقد، ما بتعرف. بس صبرا يعني عموما. بحفل الجوي أووردز كمان لك ألف مبروك على الجائزة. الفنانة القديرة منى واصف وجهت لك رسالة، وأكيد كان في لك كثير دعم من الجمهور العالم العربي. خبرنا شوي شعورك إنه فنانة قديرة مثل عم تحكيك، وكمان شعورك بالحفل. انا محظوظ بهذا العمر الصغير اني اكون عم باخذ هذا البصمه او التقدير من الجيل العظيم اللي كبرنا عليه، تحديدا منى واصف. شفت كتير فنانين من كل الدنيا ومن كل العالم، رهبتها لما شفتها خلت كل شي بجسمي يرجف. فكان حدا من التيم يلي معها عم بيوشوشها، فهي طلعت فيني وابتسمت، عملت لي، فرحت بدون ما اشعر كيف وصلت، وكأنه حدا من عيلتي، وكأني عم قابل امي اللي مفارقها هلا. حكيتها من قبل، كل شخص كنت عم قابله هنيك، منى واصف او غيره من الفنانين او العظماء، كنت عم قابلهم كعبود مو كشام. يعني كنت عم قابل الناس اللي انا بشوفهم انا وصغير، وهلا انبهرت انه هن هنيك وركضت عليهم بسرعه هالقد. كمان بالحفل كان شفنا فيديو انت هيك عم في جنب بينك وبين زينة مكة، هل ممكن تكون هي بطلة فيديو كليب تاني، او اذا في عندك فيديو كليب تاني اي فنانة ممكن تكون انت بتحب تشاركها؟ زينة مكي انا كثير بحبها على الصعيد الشخصي. وبتشرف، اكيد بتشرف. ما بعرف، ما فكرت بالموضوع، هي اول مره بتطرحوا علي، بس اكيد بتشرف. هل في عندك اعداء بالوسط الفني، او ناس يمكن ما كثير بتتمنى لك الخير، او عم بتحاربك نوعا ما؟ ما بعتقد ما بعتقد في عندي اعداء عموما. بس الشجرة المثمرة ترمى بالحجار عموما. مو شرط من الوسط الفني، اي حدا ناجح بالدنيا. فما حصور الموضوع بطريقة وردية، بس الحمد لله ما في أي أعداء، الأمور كتير بخير وفي إيجابية عالية نحوي من الوسط الفني وخارجه الحمد لله. للعالم اللي بيكرهوني وبينتقدوني إن شاء الله بتوبشوني إلهي. للعالم اللي بيحبوني كمان بتوبشوني إلهي، وحبوا حنان، بس حبوا حنان إكسترا اللي بيحبوني. من بعد اغنية صبرا صبرا شو محضرنا اعمال هيك حتحقق نجاحات كمان؟ أنا عملت صبرا لحتى كل ما أنسأل سؤال ما بدي جاوب عليه أقول لهم صبرا، فصبرا. جزء من العالم عم بتعاني مثل فلسطين والجنوب وغيرها، شو الرسالة اللي بتحب توجه لهم اياها؟ أنا حدا طالع من بلد أساسا فيها حرب، وأساسا فيها أزمات على جميع الأصعدة، وأنا حاسس 100% شو عم بتحس هذيك الناس، وبندعي لله إنه تعدي هي الأزمات على خير وترجع حياتنا طبيعية، لأنه نحن قومية واحدة، ولأنه نحن دين واحد، ولأنه عنا هذا الترابط. فإذا هن انأذوا نحن بننأذى، وإذا نحن انأذينا هن بينأذوا، ولو مو بشكل مباشر. نفسياتنا كلياتها مو مثل قبل هي الحرب، فالله يعينهم يكون معهم إن شاء الله، وتنتهي الحرب على خير إن شاء الله.